السلام عليكم إخوتي المتابعين، معكم أخوكم أسامة في قناة ويب بوستي سيكيورتي. واليوم سأشرح لكم تطبيق يحتاجه الرياضيون أو غير الرياضيون فقط. هو منبه أو مؤقت أو كرونومتر يمكن استخدامه في الهاتف. هايبر ستوب واتش اند تايم. كما تلاحظ هناك يطلب don't show me this. كما تلاحظون التطبيق هو كرونومتر، كما تلاحظ بأجزاء بطيئة، كما تلاحظ ب 100 جزء من الثانية. كما تلاحظ يمكن إرجاع العقرب إلى هذا المكان، يمكن ضغط ستار مرة أخرى، يمكن اعتبار أن هذا قام بدورة واحدة، والشخص الثاني عندما نضغط الدورة الثانية ثم ستوب. كما تلاحظ هنا هذا كرونومتر دقيق جدا ورائع بشكل جيد وبشكل جميل. هنالك أيضا يمكن تغيير التام. هنا تام، يمكن عدة تامات رائعة يمكن تغييرها. كما تلاحظ الكرونو كما تلاحظ بالأبيض. كما تلاحظ هناك تامات كثيرة. هذا التام كثير من التامات عجبني، تام رائع أنا أستخدمه كثيرا. هذا التام على ما أعتقد أستخدمه شخصيا. كما تلاحظون تام رائع ذو شكل مدهش جدا. كرونو مدهشة، أو كذلك يحتوي على مؤقت، تايمر مؤقت، يعني أنك لا أعرف تضبطه على وقت معين، مثلا بعد دقيقة أو ساعة يقوم بتنبيهك. نختار مثال بعد 5 ثواني، مثال فقط بعد 5 ثواني يقوم بتنبيهي. كما تلاحظ ثم نضغط ستار، يبدأ الوقت بالنفاذ. كما تلاحظ تنبيهك وإظهار رسالة أن الوقت قد انتهى. كما تلاحظ يمكن تغيير الوقت. هنا تغيير الوقت، إرجاع الوقت إلى الوضع الطبيعي، زيادة الوقت إلى حدود ساعة كما تلاحظ ودقيقة، يمكن تغييرها على حسب ما تريد أنت. عفوا. كما تلاحظ دقيقة و5 ثواني يبدأ الوقت بالنفاذ على حسب، ويقوم بإرسال تنبيه لك. كذلك هناك لابس يعني الوقت الذي قام الشخص بتيمر، يعني الأوقات التي قمت بضبطها، كم بقي لك من وقت. نعود إلى الكرونو. الكرونو يمكن اختيار هنا كما قلنا فاتت دقيقة قام شخص بدورة أو قام الثاني بدورة ثانية، تجدها في اللابس. هنا تجد كم شخص قام بدورة معينة. كما تلاحظ سيف لابس أو مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عفوا. هنا كما تلاحظ دورة ثانية، دورة ثالثة، كما تلاحظ. ثم نعود إلى اللابس. لقد قمت بحذفها جميعا. نعود إلى ستوب واتش. performance. هناك إعدادات معينة، يمكن اختيار إظهار صوت معين أو اهتزاز. كما تلاحظ هناك الصوت عند البداية والنهاية.
show millisecond. يمكن اختيار أجزاء من الثانية إظهارها أو إخفاؤها. keep screen on يعني أنك تخرج من التطبيق عادي ويبقى التطبيق يشتغل عادي. هذا هو الخيار، معنى هذا الخيار. يمكن اختيار نوع المهم. هذا هو التطبيق كما قلنا. يمكنك فقط الضغط على ستارت والخروج من التطبيق والعودة للتطبيق، وتجد أن الوقت مازال يتحرك. كما تلاحظ الوقت مازال يتحرك عادي. هذا هو شرح التطبيق. أداة مفيدة جدا الذين يستخدمون الرياضات وغير الرياضات وربات المنزل التي تريد أن تعرف الوقت، طهو طعام أو إلى غير ذلك، ومن يحتاج إلى مؤقت دقيق ورائع باستخدام هذا التطبيق. رابط تحميله دائما أسفل الفيديو. إذا أعجبك التطبيق وأعجبك فيه لا تنسى وضع لايك، لأن لايك يدعمنا ويقدم لنا أن ما نقدمه هو مستحب للناس. وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة، لأن الاشتراك يسمح لك بوصول تطبيقات جديدة قادمة إن شاء الله وألعاب وإلى غير ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.